فرانك فاروزي المجري يطلب من النادي الأهلي 3 مليون دولار لبيع محمد علي بن رمضان. طلب النادي المجري من النادي الأهلي الحصول على 3 مليون دولار، وذلك من أجل الموافقة على بيع محمد علي بن رمضان. والنادي الأهلي بيقول إنه لو باع القندوسي ب 2 مليون و200 ألف دولار وأعار أليو ديانج إلى الدوري السعودي، من الوارد إنه يجمع المبلغ ده بالظبط. عشان كده النادي الأهلي عاوز يبيع الأول القندوسي ويعير أليو ديانج، وبعد كده بفلوس الثنائي يجيب محمد علي بن رمضان. ولكن في نفس الوقت برضو النادي الأهلي شايف إن 3 مليون دولار دلوقتي يختلفوا عن السنة اللي فاتت، لأن السنة اللي فاتت كان تقريبا الدولار وقتها ب20 جنيه حاجة زي كده، لكن دلوقتي الدولار بقى ب50 جنيه. عشان كده 3 مليون دولار اللي دفعها النادي الأهلي في إمام عاشور تختلف تماما عن ال3 مليون دولار المطلوبة دلوقتي في محمد علي بن رمضان بعد ارتفاع سعر الدولار.